أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم سايب أثر. في ناس أول ما بيدخلوا حياتنا بنفتكر إنهم جايين يرمموا اللي جوانا، بس بنكتشف بعد شوية إنهم أكتر ناس عرفوا يهدونا. اللي يقولك بحبك ويفضل يعلق على شكلك ويجرحك بكلمة ويضحك بعدها، ده مش بيحبك، ده بيهدك بس بالراحة. تعالوا نسمع قصة منى. منى بنت من البنات الطيبين اللي ممكن تشوفها وتقول بسيطة ووشها فيه راحة. جالها عريس أول شهر 6، اتقابلوا ومن أول مقابلة طلب رقمها. هي استغربت بس قالت يمكن يكون جد ويمكن ربنا بعته لها. وبعد أيام قليلة جه واتفقوا واتخطبوا بسرعة، عشان هو كان مسافر شغل أول شهر 7 وهيغيب 2 سنين. في الشهر اللي كان فيه هنا كان بيخرج معاها وبيجيب هدايا ويضحكها ويخليها تحس إن في حب، في اهتمام، في راجل وسند وراها. بس بعد ما سافر بدأ الكلام يتغير، بقى كل شوية يبعت لها ويقول لها هو انتي مش رومانسية ليه؟ هو صوتك مش دافي كده ليه؟ فين الدلع؟ منى كانت بتضحك وكانت بتقول له وحشتني، وكانت بتفرح بأي حاجة حلوة يعملها وتشكره عليها. لكن ده ما كانش كفاية، هو كان عايز حاجة تانية، شكل تاني، ست مش هي. وفي يوم كانوا بيتكلموا فيديو، وكانت منى بتقلب في فلاتر الكاميرا، والكاميرا حطت فلتر منور وشها. رد وقال لها بمنتهى العادي بلاش الفلتر ده، مطلعك بيضة وانتي سودا. وضحك بعدها كأنها هزار، بس هي ما ضحكتش. الكلمة جرحتها، خلت جواها حاجة تنكسر، لأنها مش سودا، لونها قمحي فاتح. بس حتى لو كانت، هل دي كلمة تتقال؟ مين اللي بيحب وبيتكلم بالطريقة دي؟ وما كانش ده بس، بقى يقول لها كل شوية اتخني شوية، أنا بحب البنات المليانة. هي سكتت بس من جواها بتسأل، هو أنا لو مش عاجباك كنت جاي من الأول ليه؟ كنت خطبتني ليه؟ بدأت تسأل نفسها وتحس إنها مش كفاية، لا صوتها عاجبه ولا شكلها عاجبه ولا جسمها كمان عاجبه. كل حاجة كان بيحاول يغيرها، كل ده كان بيقول عليه هزار. بس هي مش لعبة ومش مادة خام تتفصل على مقاس حد، هي بنت حقيقية تستحق تتحب زي ما هي. بصراحة أنا بعد ما قريت قصتها حسيت إنها مش لوحدها، لأن في بنات كتير بيتحطوا في علاقات بيطلعوا منها أقل مش أكتر، وبيحسوا إنهم مش كفاية مع إنهم كانوا كفاية جدا بس لحد تاني. اللي بيحبك مش المفروض يحسسك إنك ناقصة، مش المفروض يفضل يعدل فيكي ولا يعلق على جسمك ولا صوتك ولا لونك، ولا يضحك على حاجات تجرحك ويقولك بهزر. في فرق كبير بين اللي بيحبك وبين اللي بيحاول يعيد تشكيلك على مزاجه، لأن اللي بيحب بجد بيحتوي، بيشوفك حلوة زي ما انتي، وبيشجعك انك تكوني مرتاحة مش متوترة في كل مرة تفتحي فيها كاميرا أو تتكلمي. انتي مش مطالبة تتغيري عشان تعجبي حد، ولا تعملي صوت معين ولا جسم معين على مزاجه. انتي تستحقي حد يحبك بجد، يبصلك ويقولك انتي كفاية جدا، مش يقلل منك ولا يجرح ولا يوجعك بكلمة. مش كل اللي بيقولك بحبك بيعنيها، في ناس بتحب تتملك مش بتحب بجد، وفي ناس مش شايفين فينا غير نسخة هما نفسهم يعملوها على مزاجهم. بس الحقيقة اللي بيحبك مش هيغيرك، هيحبك زي ما انتي ويخليك تحبي نفسك أكتر. سؤال حلقتنا النهاردة، عمرك كنتي في علاقة وحسيتي فيها إنك مش كفاية؟ وإيه أكتر كلمة وجعتك ومش قادرة تنسيها؟ مستنية أسمع قصتكم في الكومنتات أو ابعتولي رسائل، عشان لما بنحكي بنحس إننا مش لوحدنا. كنت معاكم أنا بسمة في سايب أثر، البرنامج اللي بيحاول يلمس الحتت اللي جوانا ويفكرنا إننا نستاهل نتحب زي ما احنا، مش بعد ما نتغير. استنوني كل يوم سبت واثنين واربع الساعة 6 على اليوتيوب، وخليكم فاكرين إن سايب أثر قريب لقلبك. أشوفكم الحلقة الجاية.